بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بأمر بقدر الله إحنا النهاردة موضوعنا عن صيانات منزلية. هنتكلم مع بعض بكل بساطة وبكل حب إن إحنا هنتعلم كل حاجة في البيت. إزاي نعمل الكاوية بتاعتنا، إزاي هنعمل أجهزة طاقة بديلة، وإزاي هنعمل كل حاجة نتخيلها، من سخان الغاز، صيانة البوتاجاز، صيانة كل حاجة ما يخص البيت. إن إحنا النهاردة أيام صعبة، فلازم كل واحد مننا يعمل حاجته بنفسه. فهستأذن معليكم بس إن شاء الله برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل لايك وكومنت تشجعونا. وإن شاء الله ممكن هنبدأ بحاجة بسيطة جدا النهاردة، هي الكاوية. الكاوية بيكون فيها سن نحاس، في بعض الناس للأسف إنها بتعمل بيه شمع وتزفره، بتعمل بيه شمع وتزفره. فلما تعمل فيه شمع وتزفره بيجي الأزير مثلا، عشان بنستخدمه بالطريقة دي ما بيلزقش على سن الكاوية وكده. بنجيب حته صنفره صغيره جدا ونبتدي ان احنا نصنفر الجزء كامل كده. اللي بياخد الجزء ده ويسيب ده مكربن، ده اللي بيشتغل مع الهيتر من جوه، ما بيجيبش معاه اي نتيجه خالص. فلازم الاول ان هو يصنفر الاجزاء اللي ورا كده زي ما احنا بنعمل حضراتكم كده. نبتدي نجلخه كويس جدا، وممكن قطر زي كده مثلا يبتدي بس بالراحه طبعا عشان ايد حضراتكم ما تتعورش. اهو سنه سنه كده نبتدي ننضف بالراحه، ويبتدي يظبط. ممكن سكينة قديمة كده، واحنا برضه بنستخدمها للحاجات اللي زي كده. طبعا طبعا بعيد عن المدام لا تضربه. انا بخبيها طبعا ما حدش يقول يعني. هنبتدي بالراحة كده نسمي الله ونبتدي يا ريت كلنا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبتدي نراجع عليها تاني بحيث نتأكد انها ان الكربون كله راح، ونفس القصة كده من قدام، بحيث لما نركب السن بتاعنا ان شاء الله هنبتدي برضه نشغله على الكهرباء. هنجرب قدام حضراتكم ونشوف النتيجة بأمر الله. طبعا الأجزاء دي كده بمرة نظافة كويسة اهي. وطبعا أداة الكاوية دي بتاعت الزير، أهم شيء في الأزير طبعا ده جزئية طبعا يمكن هنقولها من بعض، دي الفلاكس. الفلاكس ده مساعد لحام، ضروري يكون عندك، ودي رخيصة على فكرة. ممكن تتجاب، أنا أجيبها مثلا من تحت من نص البلد، من شارع الكولومبيه ورمسيس. دي تقريبا ب 15 جنيه. أنت فاهم ازاي؟ وبرده الجزء الأزير ده برده ب 15 جنيه. أنت فاهم؟ إحنا بنسهل الأمور على بعضها. ودي تقريبا بتعمل حوالي زي 100 وحاجة. دي الكاوية نضيفة، الهيتر بتاعها نضيف شوية. دي قريبة من حاجة اسمها الجوت لو حد يعرف يعني. ننضف كويس جدا الكاوية بتاعتنا. المهم عدتنا اللي هنستخدمها في الأزير أو في لحام الأسلاك لازم تكون عدة كويسة ونضيفة وما يكونش عليها أي زفارة. طبعا في جهاز تاني عندي طبعا هوت إير متواجد عندي، أنا بستخدمه، بس طبعا باستخدام يعني بيبقى الحاجات الكاويات المحترفة. لكن احنا بنوصل إن احنا نقدر مثلا نجيب كاوية رخيصة مثلا ب20 جنيه ب30 جنيه. والكاويات طبعا كلها عشان برضه المعلومات مع حضراتكم، بتكون الكاوية بتبقى 30 واط، وفي اللي هو ال 40 واط، وفي 60 واط. انا بفضل بالنسبه للناس اللي مش محترفه انها تجيب الكاويه 60 واط، عشان هي دي اللي هتكون يعني الازير طبعا بيبقى فيه نسبه رصاص عاليه جدا طبعا متواجد في السوق، بيبقى فيه رداءه شويه، فدي بتبقى كاويه عاليه شويه بتنجز معاك. لكن البورد الالكترونيه والحاجات الدقيقه والحاجات اللي هي في بورد طبعا بتبقى دبل فيس وحاجات زي كده، بنحط لها 40 واط. طبعا بننزل الكاويه السن بتاعنا كده، وابتدي مثلا بنسة عادية ونربط على طبعا الحرارة طبعا بتخلي السن يكربن شوية. طبعا رص قوي عشان خاطر ما تقطمش السن. وبنراجع تاني بالصنفرة اهي. ده طبعا بنخلي النحاس يظهر خالص. طريقة جميلة جدا.
هنسمي الله، نقول بسم الله اللهم صل على رسول الله، ونوصل كهربتنا ونقول بسم الله، وهنبتدي نجرب دلوقتي. هتبتدي تسخن، خليها تحط في مكانها وتسخن. طبعا ان شاء الله رجاء متابعتي، لان احنا هنعمل حاجات جديده تانية. احنا طبعا عندنا مجموعه تانية على ما تسخن الكاوية عشان نبقى نختبرها. دي مجموعه جيليهات عاديه جدا بتاعت عربيتي. طبعا بدل ما نرميها، احنا هنستفيد منها عشان هنعمل ملفات عليها، وهنعمل حاجه خاصه بالطاقه البديله. الكلام ده ان شاء الله مع متابع، ان شاء الله اللي يتابعني هنشوف الحاجات الجميله دي بدل ما تترمي ازاي تطلع ونختبرها، وهنشوف الدنيا دي ماشيه ازاي. دي حاجه لمتابعيني، ان نبتدي نركزوا على حاجه زي كده ان شاء الله. ابتدت تسخن اهي، نبتدي نفتح البلاكس بتاعنا، نحط سنه طبعا كده عشان نطهر السن خالص، ونسيبها تسخن لحظات. ده هعمل الكاوية. طبعا دي سنون نوع تاني، بس دي بتاعت الهوت اير. فاهمني، زي كل حاجة بيبقى كل ليها حاجة يعني. طبعا ببساطة كلنا بنتعلم عشان ما اطلش عليكم. هنشوفها سخنت ولا لسه، نجرب. لسه باردة. هتبتدي تسخن اهي، تبتدي تبان عليها بتدخن دخان بسيط. ودي السلكة مثلا، على سبيل المثال ناخد سلكة كده بسيطة. طبعا نضفت السن اهو. أهم شيء النظافة يا جماعة. عايز تتعلم نقطة لحام مظبوطة، يتعلم بيها تمام. لسه تسخن. طبعا هنجرب برضه نختبر على الدوائر الإلكترونية ازاي نخلعها، وبحرص شديد جدا اهي. ده مكثف اهو. نسلك كده بالراحة اهو. ده مكثف برضه، لو قربنا الكاميرا ليه، مكثف 250 فولت 10 مايكرو فراد. ده مكثف. بنبتدي ان احنا نجمعه كده. وادي الازير بتاعنا. طبعا لو حبينا نخلع اي مكونة تانية نفس القصة اهو. حتى لو السوكت نفسه، نمسك البوردة بحرص شديد جدا، وبدون شفاط وبدون اي حاجة اهو. زي ما حضراتكم شايفين، الكاوية ادم نطفت، تبتدي تظبط الامور، تبتدي الدنيا تبقى جميلة كده.